ايه يا حبيبي؟ انت داخل دي بالنسبه لك فرق تجارب كده. طب انا موافقه على اللي انت بتقوله، انا موافقه انه العلاقه دي يا صابت يا خابت، بس بالنسبه لك وبالنسبه لها. انا موافقه ان العلاقه دي يا صابت يا خابت، بس تعملوا ديل مع بعض. حبيبي انت لو ما عجبتنيش همشيك، وانت لو ما عجبتنيش همشيكي، وهي تمشي كده. ولاد الناس ما بيتعاملوش بالطريقه دي، وبنت الناس ما بتعملش بالطريقه دي. والصحوبيه مش زي الخطوبه. الخطوبه انت بتضرب الباب كده، بتدق عليه وبتدخل تتعرف على الاب والام وتقول لهم انا عايزه اتجوز بنتكم، وبتتعرفوا على بعض يا صابت يا خابت. لكن حضرتك بتقول دلوقتي انه مش شرط، على فكره مش طبيعي يعني ان انا ابقى بعرف واحده واتجوزها. ليه؟ هي فار تجارب؟ هتدخلها تحط لها حته الجبنه، كلتها عجبتك، والمنظر ما عجبتكش، خلاص مع السلامه. وانا دلوقتي بطلب بقى من كل بنت، ها، ان الرجاله بتفكر بالطريقه دي. انت خليها بقى، خليكي ايه، بلانتلي كده صريحه. انت حبيبي عايز مني ايه؟ ولا تقولي بقى مكسوفه، ولا اصل انا مستحيه، ولا اصل انا بقى ما يصحش عشان البنت. هم بقوا عينيهم بقت قد كده اهو. انت عايز مني ايه؟ يلا تعالى معايا دغري. وانت حره بقى، تقبلي او ترفضي. ويا استاذ يا محترم، هي حره تقبل او ترفض، لكن تدخل عليها بحبك قوي، انتي الست بتاعتي، انتي مراتي يا بنتي، انا هتجوزك والله العظيم، انا مفيش غيرك في حياتي، انا كلمت ماما وبابا عنك. وبعدين بعد ما انت توصل اللي عايزه، او تقعد تحاول كتير قوي وما توصلش، فتزهق وتقول لها مع السلامه، بعدين تقولي مش شرط خالص ان انا اتجوزها عشان خاطر العلاقه دي عامله زي الخطوبه. لا حبيبي، العلاقه مش عامله زي الخطوبه. اوكي؟ احترم نفسك عشان الناس تحترمك، واحترم البنت اللي معاك علشان الناس تحترمك. لما يكون في واحدة أنا مش عايزة أتجوزها، لو أنت راجل محترم وعندك الشجاعة الكافية زي ما كتبت الكلمتين دول، قول لها إن أنا بعرفك ومش عايزة أتجوزك، وسيب لها الاختيار. أنا بعرفك عشان حاجة لا سمح الله مش كويسة، وسيب لها الاختيار. ساعتها هيتقال عليك إن أنت راجل. لكن لما تروح تعرف واحدة وباسم الحب تضحك عليها وتقول لها ان انا هتجوزك، وبعد ما توصل اللي انت عايز توصل له، او تزهق، او عايز تغيرها، او تعرف عليها، او زهقت من الشكل ده عايز تغير وتروح لشكل تاني، تبقى انت راجل مش محترم. مش محترم. وعايز اقول لك على حاجه، الدنيا داين تدين. قبل ما هبتدي الحلقه انا كنت اعرف شخص بيعمل كده، وقع حته وقعه، اخد حته قلم زريبوه كده لففه حوالين نفسه. في واحد كاتب في شيء لازم يتوضح للبنات، الراجل مو لازم يتجوزك لمجرد انه دخل في علاقه معاكي. لا تنسي انه العلاقه تعتبر مرحله مشابهه لمرحله الخطوبه، وقد يكون ما يتفقوا وعادي تفترقوا. حتى لو وعدك في يوم من الايام انه هتجوزك، مش شرط خالص ان هو ينفذ وعوده. في علاقه ناجحه وفي علاقه مش ناجحه. ممكن يكتشف ان هو متورط معاكي وان العلاقه مش عاجباه، وانت حضرتك بتروحي تتحايلي عليه وانت يديلك فرصه تانية، فبيضطر يديلك فرصه تانية عشان ما يكسرش بقلبك. ما بيبقاش عايز يكمل فبيختفي فجاه، لانه شايف ان اختفائه حل ممتاز. طبعا الكلام ده ينطبق على الرجال الطبيعيين اللي نيتهم سليمه. يعني انا مش عارفه الرجال اللي مش طبيعيين اللي نيتهم ليفت، ها هيقولوا ايه؟ ايه يا حبيبي؟ انت داخل دي بالنسبه لك فرق تجارب كده.